تونس بدات المونديال بليله صعيبه بزاف، خساره ديال 5-1 قدام السويد. الماتش ما عطاش تونس الوقت حتى تدخل فيه. في الدقيقه 7 ياسين عياري ضرب الاولى للسويد بتسديده من خارج المنطقه، والغريب عياري عنده اصول تونسيه ومغربيه وما احتفلش بزاف احتراما للاصول ديالو. في الدقيقه 30 جا الهدف الثاني، الكسندر ايساك خرج في هجمه مرتده، ومن تمريره ديال فيكتور كيوكيريش سجل 2-0. هنا بان ان تونس دخلت في مشكل كبير، ولكن قبل نهايه الشوط الاول جا بصيص الامل. في الدقيقه 43 عمر رقيق سجل بالراس من عرضيه ديال حنابه على المجبري، ورجع النتيجه ل2-1. خلنا تونس تقدر ترجع في الشوط الثاني، ولكن اللي وقع كان العكس. في الدقيقه 59 فيكتور كيوكيريش سجل الثالث، هذه المره من اسيست ديال الكسندر ايساك. يعني الثنائي ايساك وكيوكيريش كانوا خدامين على تونس من جوج جهات. في الدقيقه 84 ماتياس سفانبرغ زاد الرابح، ومن بعد في الدقيقه 90 زائد 6 ياسين عيار يرجع وسد الماتش بالخامس 5-1. نتيجه قاسيه وكتخلي تونس تدخل في ضغط كبير قبل ماتش اليابان. السويد عطات رساله اللي هي هجوم قوي، فعاليه، وخدات 3 نقاط كبار. اما تونس خاصها تراجع كل شيء بسرعه، الدفاع، الخطه ورده الفعل، حيث في مجموعه فيها هولندا، اليابان والسويد اي غلطه كتخلصها غاليه.